بداية نسأل حضرتك ايه هو الفكر العام لديكم لعملية التعليم؟ ايه هو الفكر العام لديكم لتطوير عملية التعليم؟ طيب، أولا سؤال جميل جدا. هو الفكر ليه روافد كتيرة جدا متشابكة ومترابطة. قبل ما أبدأ فيه نقول إن إحنا عندنا سلعة وعميل. السلعة هي الطالب اللي عندنا، والعميل هو ولي الأمر اللي بره. وعشان يرضى العميل عن السلعة لازم إحنا يكون عندنا جودة للسلعة دي. فبالتالي إحنا المسؤولين عن العملية التعليمية. مين إحنا؟ كل المنظومة كاملة من إشراف ومتابعة وموجهين ومدير المدارس. إحنا مسؤولين عن العملية المهنية للمدير والمدرس، الأخصائيين، كل ما في الأمر نسقط أعيننا عشان نطور العملية التعليمية. ده البدايات الأساسية اللي عندنا، ونقف على نقاط القوة والضعف عشان نبدأ نعالج ونحسن من هذا الأمر. ده الفكر الأساسي اللي عندي للتطوير العملية التعليمية. نحب نعرف حضرتك ماذا فعلتم من أجل ذلك؟ جميل. إحنا عشان نشتغل الشغل ده ونحاول فكرنا نطبقه، لازم نبدأ بالبيت الداخلي اللي هو المدرسة. المدرسة هي الأساس. مدير المدرسة إحنا الحمد لله بدأنا في عمل برامج تنمية مهنية لمدير المدارس. عملنا لهم وثيقة الإدارة المدرسية. هذه الوثيقة بتشمل كل جوانب العمل للمدير من بداية العام الدراسي لنهايته، في كل الأمور اللي بيتعرض لها، سواء شؤون عاملين، شؤون طلاب، أعمال امتحانات، متابعة وتقويم، إدارة أزمة، إدارة وقت، كل هذا. أيضا العمل اليومي في الدراسة من أول ما يدخل المدرسة إلى أن ينهيه. مدير المدرسة عندنا هو الأساس. إذا كان يعلم ويعلم ما يقوم به سوف تنصلح حال المدرسة. بالإضافة هناك أيضا برامج تنمية بشرية للمعلمين عشان نعلمهم إزاي يواجهوا المواقف الحياتية والمواقف الصعبة. أيضا الموجهين نسقط أعيننا لأن الموجه هو عامل أساسي مع المعلم. أيضا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أنهم يكونوا مع الطالب. أولياء الأمور والمشاركة المجتمعية لازم ولي الأمر يبقى معانا في كل حاجة، لازم يشاركنا كل الأمور، لأن هذا الموضوع هو العميل اللي رايح هيرجع السلعة، فلازم يكون إيده معانا. فبالتالي كمان في حته مهمة جدا لازم أقولها، إزاي نجذب الطالب للمدرسة. فنهتم جدا بالأنشطة التعليمية والتربوية في كافة المجالات، وبرامج توعية لهذه الأنشطة، وتحفيز الطالب المتفوق دائما والموهوب، والوقوف بجانب الطالب المحتاج. دي أمور كلها نسقط أعيننا عشان نبدأ نرتب البيت الداخلي بتاعنا. ده الأساس. هل سوف نتائج إيجابية نتيجة هذا الفكر الموجود؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. احنا بنعمل، وهدفنا على فكره لو حضرتك ملاحظه احنا عايزين نغير ثقافه المجتمع. يعني ايه نغير ثقافه المجتمع؟ للاسف الشديد ان اصبح في حاجز ما بين المجتمع الخارجي والمدرسه. ببساطه فقد المجتمع الخارجي الثقه في المدرسه. لازم نرجع هذه الثقة مرة أخرى. فبالتالي إحنا بنعمل على هذا الموضوع، على ترتيب البيت الداخلي، على إعداد مدير جيد، إعداد معلم جيد، إعداد طالب جيد، حتى تعود الثقة مرة أخرى في المدرسة. وفقد الثقة في المدرسة خلى أولياء الأمور يلجأوا للمراكز والدروس الخصوصية، في حين إن عندنا معلمين أكفاء جدا ومتواجدين وبيعملوا، ولكن الثقة مفقودة. فبالتالي احنا لما نرتب البيت
أخطأنا إحنا فين، ونعيد جدولة أنفسنا بهذا الشكل. هنغير الثقافة المجتمعية اللي استشرت أخيرا في فقدان الثقة في المدرسة، ونعيد لهم الثقة مرة أخرى. وإذا عودت الثقة مرة أخرى والطالب أصبح يحب المدرسة ورضي العميل ولي الأمر عن أداء المدرسة، أنا كده يبقى حققت هدفي، وأبدأ أشوف إيه تاني ممكن أعمله لصالح العام ولصالح بلدنا كلها. في نهاية اللقاء نشكر حضرتك في برنامج إخوان بلد. شكرا. أستاذ علي السحيلي، أهلا وسهلا بك. اهلا بيك. نرحب بحضرتك في برنامج إخبار التعليم. اهلا وسهلا بيك. قول بقى حضرتك إيه عامل؟ انا مدير الشؤون التنفيذيه للادارات الاسماعيليه التعليميه، بجانب عملي كمنسق عام للاداره. طبيعه عملي ان عندنا لجان المتابعه اللي بتطلع من الادارات الاسماعيليه، وعندنا مراحل التعليم المختلفه، اذا كان تعليم ابتدائي او تعليم اعدادي او تعليم ثانوي. بنيجي نطلع متابعات. جميع اللجان بتاعه التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي والتعليم الفني بيطلعوا لجان متابعه، كل واحد على المراحل التعليم بتاعته اللي بتناسبه. وبعد كده بنقوم مجمعين التقارير اسبوعيا، ونلخص التقرير ونرفعه للسيد الاستاذ وكيل وزاره التربيه والتعليم، وبتطلع للوزاره في مصر. شكرا حضرتك. اهلا فندم. اهلا بك. شكرا.